كنت أظنه صديقي، كنا نضحك كثيرا، نتبادل المزاح والكلام، وكنت أقول في نفسي مجرد خلاف بسيط وسينتهي. وفي أحد الأيام جاء بوجه يبدو عليه الصدق وقال: دعنا نطوي الصفحة ونسامح بعضنا البعض. وبحسن نيتي صدقته، لم أشعر بالخوف. دخلت معه إلى المسجد واتفقنا أن نتحدث في دورة المياه. كان يبدو هادئا، لا أثر للشر في ملامحه، لكن الشر كان يختبئ داخله. أمسكني بلا رحمة، سكين ثم أخرى، دماء، صدمة. لم أستطع أن أدافع عن نفسي ولم أفهم ما الذي يحدث. عيناي شاهدتا جسدي وهو يتحطم ويتمزق، كل جزء مني كان يقطع، يفصل، ينزع. لماذا؟ لا أعلم. كل ما أعلمه أنني كنت طيب الظن، وكان ذلك خطئي الأكبر. سلخني، قطعني، داس على جسدي، على كرامتي، لم يترك مني شيئا، حتى لحمي طحنه بعد أن شواه. وصل به الأمر إلى أن يأكل مني ثم يضحك ويخبر الناس كما لو أنه لم يفعل شيئا. أكلت منه، أكلته. لم أكن أستحق هذه النهاية. قلبي كان طيبا وثقتي بالناس كانت أكبر من اللازم، لكن هو رأى في طيبتي ضعفا فاستغلها. الآن جسدي مبعثر وأنا هنا في انتظار العدالة، وأقول: يا رب اجعله يذوق من الألم ما ذقته، ودع روحي أخيرا ترتاح